واخيرا الرز المعمر وصل. دي على الرز. بسم الله. تمام تمام. انا شفته ممكن احط له سنه صغيره. بعد كده هحط اللبن الرايب ده، بتزود النكهه وبتديله طعم اكتر. وابتدي بقى اقلب. وهنحط معلقه سمنه او ممكن معلقه ونص على حسب الطعم اللي انت عايزه. ده سمنه بلدي اصلي. الناس اللي طلبت مني الرز المعمر، اول حاجه مواصفات الرز المعمر: هنغسل الرز بتاعنا وبعد كده نحط الزبادي عليه ونقلبه. معانا كيلو لبن بعد ما بنسخنه بياخد قبل ما يغلي بندفع عليه، ومعانا الزبادي، معانا لبن رايب، ومعانا السمنه بتاعتنا. تمام، يلا بينا جاهزين، يلا بينا. كيلو اللبن بتاعي هغطيه بيه على الرز. بسم الله. بس اهم حاجه اللبن وانا حاطه، خلي اللبن يغطي وش الرز. تمام تمام. انا شفته ممكن احط له سنه صغيره. بعد كده هحط اللبن الرايب ده، بتزود النكهه وبتديله طعم اكتر. وابتدي بقى اقلب واحده واحده. بس. وممكن نحط له نص معلقه، وعلى حسب لو انت عايزه مسكر مش عايزه حاجه ممكن تحط له سكر. بس احنا علشان هيتاكل معاه مثلا فراخ او يتاكل معاه طبيخ هتحط له ملح علشان يدي الطعم القوام بتاعك وانت بتاكل. وهنحط معلقه سمنه او ممكن معلقه ونص على حسب الطعم اللي انت عايزه. ده سمنه بلدي اصلي. ولو انت هتجيب السمنه من السوق ممكن تحط معلقتين اللي هي مش يعني مش البلدي الاصلي عشان تديك طعم. وتقلب بقى. بس الرز كده جاهز معانا. يلا بينا على الفرن. يلا بينا. نحاول نزقها واحده واحده، نخليها في النص الفرن بالظبط، ونقفل على درجة حرارة 180. واخيرا الرز المعمر وصل واستوى باحسن سوا، وده الشكل المناسب اللي انا عاوزه وعملته. ويا رب يعجبكم. ما تنساش تقول لي ايه رأيك في التعليقات على الرز المعمر المصري. وشكرا.